هداية وقتها كانت لسه شابة صغيرة، كانت في مدرسة الليسيه وعندها شغف بالمجتمع. قررت تسيب المدرسة بعد ما لقت نفسها مش مرتاحة، وراحت تتطوع في الهلال الأحمر. بدأت تشتغل على حملات تبرعات، وساعدت في تأسيس جمعية النور للكفيفات، وكان حلمهم يعملوا أول مدرسة مستقلة للبنات الكفيفات، لأن وقتها كان في بس مدرسة للمكفوفين. قررت تروح هي وفريق الهلال الأحمر لأخبار اليوم تطلب دعم إعلامي، خصوصاً إن في قرابة بينها وبين الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى أمين اللي كان وقتها رئيس التحرير. رحب بيها وقدم لها فنجان قهوة، وقال أنا هخلي أنسب واحد يتبنى الحملة دي، واتصل بالأستاذ هيكل. يدخل أستاذ هيكل تشوفه تتوتر توتر غريب، إيديها تترعش وفنجان القهوة يقع على هدومها. لحظة طبعا محرجة جدا، لكن كانت بداية لحب كبير.